ليه لعيبه الكوره في اوروبا بتتطور جسمانيا اسرع واحسن من لعيبه كره القدم في مصر او في العرب؟ يعني مثلا في مصر هنا اللاعب تقول له رايح فين؟ رايح الجيم. جاي من فين؟ جاي من الجيم. يمكن بقاله 4 أو 3 سنين بيروح الجيم ومش بيوصل نص مستوى لعيبه الكوره في اوروبا. يعني مثلا ابرز التحولات اللي شفناها حاليا ارنولد، بدري، كامافينجا، كافي، لامين. فالتحولات اللعيبه دي من سنه ما كانوش كده. فايه السر؟ فده اللي هنقوله في فيديو النهارده ان شاء الله. فالسر هو حاجتين بس، اللي هو النوتريشن، التغذيه، الريكفري، الراحه. تعالوا اول حاجه نتكلم عن النوتريشن. عندنا هنا في مصر نوعين من اللعيبه. لاعب مثلا بياكل اكله كله خراب وبياكل من بره، واللاعب التاني بياكل صحي بس هو مش حاسب بياخد كام كالوري وشده تمرينه ايه في الاسبوع او في الشهر، فهو بياكل على الله. النوع التالت نادرا هنا في مصر ان اللاعب بيبقى ماشي على نظام غذائي، ماشي على نظام غذائي بالجرام، يعني هو عارف هو مدخل كام جسمه وعارف هو بيحرق كام وعارف هو بيطلع كام كالوري. طبعا لو انت من النوع الاول من لاعب الكوره اللي هو مثلا بيتمرن مثلا ومش مظبط اكله، فانت غالبا مش هتوصل لاي نتيجه جسمانيه، لان التغذيه دي اهم عنصر في الكوره في تحسين جسمك. فممكن اللاعب هنا في مصر بيتمرن مثلا 3 4 مرات في اليوم بس هو ملخبط في اكله، ملخبط في نومه، ده مش هيوصل لاي حاجه، مش هيتطور مستواه. النوع الثاني من لاعب كوره اللي هو بياكل اكل صحي، هو ده صح على فكره، احسن طبعا من النوع الاول اللي هو بيلخبط في الاكل. يعني انا مثلا بشوف اغلب لعيبه الكوره اللي بتاكل صحي في مصر مثلا بيفطروا مثلا بيض اومليت او مسلوق مع عيش توست كويس. بعد كده الغدا مثلا تبقى وجبه مثلا فراخ ورز وسلطه، وبالليل مثلا تبقى شوفان. طبعا انت لو لاعب بتتمرن تمارين كتير، خصوصا لعيبه الكوره تمارين كلها بتعتمد على الايروبيك وين ايروبيك، فانت غالبا دي مش هتعمل لك اي حاجه، مش هتطور جسمانيا. يعني عندك مثلا هالاند بياخد 6000 سعره في اليوم، والنقطه دي اتكلمت عليها في فيديو عندي هتلاقوها في القناه عندي. فانت كلاعب كوره بتحرق كتير جدا. انا مش عارف انت بتحرق كام كالوري، غير بس لما اعرف شويه تفاصيل عنك واعرف كام في الميه نشاطك في الاسبوع او بتتمرن كام مره في الاسبوع. النوع التاني ده غالبا ممكن تلاقيه مش متطور جسمانيا بس هو ماشي اكله صحي، وده لحد ما كويس مش وحش. تالت نوع بقى ده اللي بيبقى حاسب اكله بالجرام، بيبقى لاعب بيرفكت اللي بنشوفهم في اوروبا. يعني مثلا عارف هو بيطلع كام كالوري من جسمه او بياخد كام كالوري داخل في جسمه، عارف مده نشاطه قد كيف. هو ده بقى اللي بيتطور جسمانيا اسرع وبيلاحظ نتائج احسن مده قليله. يعني مثلا هو لاعب بيحرق مثلا 2000 كالوري، فهو مثلا عشان يزيد كتله عضليه فهيزود مثلا فوق ال 2000، او لو عايز يحافظ على جسمه هياكل 2000 سعره، وبيبقى كميه البروتين كتيره شويه عن الكارب، فده النوع اللي بيخليك شكل جسمك احسن، فده النوع اللي بيمشوا بيه غالبا في اوروبا. فانت لو مثلا عايز تعرف كام كالوري يدخلك في اليوم، احتياجات جسمك قد ايه، ابعت لي على انستجرام وهسالك شويه اسئله ان شاء الله نوصل لحل. تاني حاجه هي الراحه. طبعا الراحه انا مش هتكلم عليها، ان احنا كلنا عارفين اهميه الراحه، فانت برده ما ياخدكش الحماس تقول انا هتمرن كل يوم مرتين 3 ومش هدي جسمي راحه. جسمك هيجيلك بس ممكن شهر او شهرين هتلاقي فيه اصابات انت مش هتتوقعها. انا مثلا شفت قبل كده فلوج اللاعب المهم يعني كان معاه ماتش ودي، فبعد الماتش راح تمرين برايفت. ازاي بجد والله، يعني ازاي ماتش بعد كده تمرين برايفت؟ اللي هو فاهم يعني حاجات بنشوفها في مصر بس حرفيا. فانت لو مش هتدي جسمك راحه جسمك مش هيشيلك في بقيه الموسم. طبعا الراحه والتغذيه متعلقين ببعضهم. انت عندك التغذيه مثلا لو مظبط اكلك هي بتساعدك على سرعه الاستشفاء بتاعتك، فالاثنين متعلقين مع بعضهم. والمشكله الاكبر لو انت معاك مدرب مش فاهم، طبعا هيقول لك دلوقتي ما فيش منه 2 بيتمرن 4 مرات في اليوم، ده اللي يوصل فيكم دي كارثه والله العظيم. زي ما بتدي لجسمك حقه في التمرين اديله برده في الراحه. ان اللي بدنك عليك. بس لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى الاشتراك واللايك للقناه، فيديوهات اكتر باذن الله.